نحتاج أن نبنيها لأنفسنا. لما لا نبدأ من الصغر؟ الأمهات الكريمات، أقول للأخوات الكريمات ولكم أنتم أيضا، أنا الآن إحدى زوجاتي حامل وهي في الشهر الرابع، ونقرأ على الجنين هذه الأيام. لماذا؟ لأني أنا أدرب، أعطي في الدورات معلومة، وهي معلومة حقيقية وعلمية وطبية وثابتة، أن الجنين أول ما تنفخ فيه الروح في بطن أمه يبدأ يتلقى اللغة، لأن في المخ شريحة مثل شريحة الكمبيوتر لا علاقة لها بالفهم ولا علاقة لها بالتفكير. ما دورها؟ سجل فقط، تسجيل. تعطي كلمات طيبة سجلت كلمات طيبة، تعطي كلمات أخرى سجلت كلمات أخرى. فنحن نقرأ الأيام هذه متعمدين على الجنين. طيب، وأنا أولى كلية، أول ما جيت من الباحة إلى الرياض لأدرس كلية اللغة، كان في كلية الشريعة طالب أمريكي اسمه عيسى عبد الله، وجاء من أمريكا بعدما أسلم في أمريكا وحسن إسلامه في أمريكا، وحفظ القرآن في أمريكا، وحفظ جزء كبير من الحديث في أمريكا، وحفظ كثيرا من الشعر العربي. عيسى عبد الله سمى نفسه عيسى عبد الله طبعا لما أسلم، ويقصد الاسم لأنه عيسى عند النصارى له معنى معين. عيسى يقول: عيسى كان يحفظ وأنا في أولى كلية اللغة المعلقات السبع كاملة. والله لما يلقيها يا إخوان شيء عجيب. ولهذا طبعا ارتبطت به أنا، لأن معظم الشباب يتكلمون العاميات، فأنا كنت الحمد لله تلقيت القراءة بالفصحى وأنا صغير. وإذا قرأت بالفصحى وأنت صغير وقرئ عليك، ما الذي يحدث؟ تتقن الفصحى غصبا عنك، يعني غصبا عليك لازم تكون فصيح، ليس كما تختار. فأنا طبعا تعلمنا ونحن صغار، فتلقائيا الكلام بها. فارتبطت به الدكتور الباشا رحمه الله، الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا، وهو أستاذي وصديقي، وكان مشرف على الماجستير عندي وجزء من الدكتوراه رحمه الله. فلما نشأت العلاقة بيني وبينه قال: إلزم عيسى، لأن عيسى لا يتكلم إلا الفصحى ويعاني من زملائه. والله كنت أنا وياه في الفسحة في فناء الكلية، تعرف الشباب في الفسحة خلاص يعني يبدأون يشربون الشاي والسندويتش، في جالس أنا وين أتكلم، فيقول لي: يا أخ عبد الرحمن، ماذا يتكلم هؤلاء طلابنا أولاد الكلية الشريعة واللغة يعني؟ قلت: يتكلمون بينهم. قال: أي لغة هذه؟ قلت: يا شيخ هذه لغة عربية. قال: لا والله أنا لم أتعلمها. قلت: هذه لغة عربية مكسرة. قال: الله أكبر، في بلاد القرآن ومهبط الوحي تتكلمون اللغة العربية المكسرة؟ هذه ليست لغة عربية والله هذا الكلام. حتى يسمع كلمة دوك، فقال لي: إيش دوك هذه؟ قلت: هذه لغة. قال: ليست عربية إطلاقا. طيب، وعدته يوم اثنين، قلت: أجيك بعد المغرب. قال: لا أستطيع. لماذا يا عيسى لا تستطيع؟ قال: لأنني أقرأ أنا وأم محمد على ابننا محمد. كان عنده ولد اسمه محمد. كم كان عمر ابن محمد؟ كان عمره 2 سنين. قلت له: يا عيسى، ما عندي معلومة ذاك اليوم. قلت: يا عيسى تضحك علي، تقرأ على محمد، ماذا تقرأ عليه؟ قال: والله نقرأ عليه شيئا من القرآن وشيئا من الحديث وشيئا من الشعر. قلت له: يا عيسى 2 سنين. قال: الله أكبر، أنتم لا تفعلون ذلك؟ شو الكلام متى؟ قلت له: كيف نفعله؟ هذا جنون يعني مع صغير. قال: الله أكبر يا أخ عبد الرحمن، كنت والله أتوقع أنكم تفعلون ذلك. من أجل هذا أنا أسمع هذه الطمطمانية والله بهذا النص التي أسمعها بين طلاب الكلية، يعني قصد اللغة غير العامية. نعم. فإذا بالمعلومة الحديثة تقول معلومة حقيقية ترى واقعية: الجنين يتعلم اللغة من بطن أمه. ولهذا دع الأم تكثر من قراءة القرآن والاستماع إلى القرآن وإلى الحديث النبوي وإلى الشعر العربي. وأنا مجرب يا أخوان، عندي تجربة في المنزل، عندنا نتكلم كثيرا في اللغة ونقرأ، وعندنا جلسة عائلية قديمة أنا أنصح بها الجميع. والله يعني بمجرد ما ينطق الأبناء أو البنات عندنا الأولاد جميعا، أول ما ينطقون ما يخطئ سبحان الله. يعني مثلا في سنة أولى يدخل يبدأ يقرأ، أقول له: اقرأ هذا النص. يقرأ، لا تظن أنه سينصب المرفوع ويرفع المنصوب، مستحيل طبعا، وما حد علمه أصلا، إنما هو التلقي. فتلقوا اللغة أنتم وعلموها أولادكم الأجنة وغير الأجنة.